عارفه ان انا زهقتكم معايا من كتر البوستات اللي بنزلها بسبب الموضوع دون، بس انا نفسي ناخد كده مع بعض، يعني نفكر بعض بالطاعات اللي هتبقى لنا في الاخر. اكتر وقت احنا مزنوقين فيه هي الفتره دي. الزنقه بتبقى عباره عن ايه؟ انك مثلا مش عارفه تقضي بيتك، تكفي نفسك، تكفي بيتك، مش عارفه تجيبي اكل النهارده. ده اللي احنا بنعمله وده اللي احنا مارين بيه الفتره اللي احنا فيها دي. كلنا، مش معظمنا، لا كلنا. ما بنبقى يعني ما عدناش بنطبخ كل يوم زي زمان طبعا. فافضل حاجه ان احنا نعملها دلوقتي ان احنا، يعني تخيلوا كده في الزنقه اللي احنا فيها دي، ان احنا كمان نضغط على نفسنا وناخد مثلا من مصروف البيت مثلا 50 جنيه، ونعمل بيها اطعام. مش شرط معايا، كذا مره قلت لكم انكم مثلا ممكن تاخدوه وانتوا نازلين تدوه لاي حد وانتوا نازلين، بجد ثوابها عظيم قوي عند ربنا. عايزه اقول لكم ان انا بحلم اصلا بالموضوع ده من سنين، ان انا يبقى عندي مطبخ كبير قوي او مطعم كبير اعمله للاطعام. آه، يبقى كل يوم، بس احنا بنعمل مره واحده في الشهر، بيبقى مرتين في الشهر، وساعات بيبقى 3 على حسب الامكانيات. بس انا دلوقتي حبيت ان انا كمان ادخل معانا دور الايتام. طبعا الاولويات معايا بتبقى المطلقات والارامل، عشان الناس اللي بتسال انا بطلع لمين. وطبعا معايا اسر متعففه كتير طبعا، فلو نقدر كمان ان احنا نديهم هيبقى برضو حلو قوي. عايزه اقول لكم ان انا بتعب كتير وبيأس كتير، بيجي عليا اوقات ما بيبقاش معايا رصيد للاطعام، بس والله يعني ايه، بعد اليأس دون ببقى نفسي اكمل تاني. انا مش عايزه ابطل الموضوع ده، ويا رب ان شاء الله كده ما نبطلوش ونفضل مع بعض على طول. والشهر الجاي ان شاء الله هيبقى عيد ميلاد مطبخنا مطبخ الخير. زي ما قلت لكم مش شرط تعملوا الاطعام معايا، انا عايزه نعمم الفكره دي وتبقى ماليه. انا في الاول كنت بتحرج ان انا اعمل كده، ببقى مش عارفه اوزع فين، بس فعلا اول ما بتعملي الموضوع ده وبتعملي وجبات هتلاقيها راحت سبحان الله على طول لصاحب نصيبها، لان ده رزق وربنا هو اللي بيبعته لهم. فاللي عاوز يشترك معايا في اطعام شهر 8 اللي هو الشهر دون يكلمني خلاص، عشان ما عادش وقت. واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. وحاولت لايك.